عزول، سلام البنات، لاباس؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديالها. بالنسبه للموضوع ديال اليوم غنحاول ان شاء الله نبارطاجي معكم افضل 5 موديلات تركيه اصليه استوردناها خدمنا فيها وعجبوني انا شخصيا. فخليكم معايا الا كنتم مهتمين. نبداو باخر واحد هو اللي في المرتبه الخامسه. خليكم معايا. بالنسبه لبنات المرتبه الخامسه انا غنعطيها لهاد الجيليات ديال الفلول. انا عجبوني صراحه الله. كاين فيهم الباج، كاين الابيض، كاين البوردو، فيها لوينات، فيها بزاف ديال اللوينات. ممكن تلبسوهم مع كسوه طويله، شوميز، غوب. لي طاي ديالهم هما ستوندار. كيجيو انا بالنسبه ليا كيلبسوا، كنظن يقدر يلبسوا الاس، ولكن اللي متاكده منه انهم يلبسوا الام والال والاكس ال حتى هو يقدر يلبسوها. دوبل اكس ال ما تقدرش تلبسو الا كانت بغات، غير الا بغات يبقى محلول، شو عنده سميطه ديالو. هذا صراحه الله عجبوني بزاف، وعجبوني اكثر حيت ما عندهمش الكوبي ديالهم، لان الاغلبيه وللاسف ديال السلعه كيتعاود لها الكوبي هنا في المغرب. ماشي كنحقروا السلعه ديال المغرب، الحمد لله حتى في بلادنا كاينه سلعه اللي زوينه، ولكن ديما الكوبي ما كيكونش ما يمكنش نقارنوه مع الاصلي. هذا الشيء علاش. فبالنسبه لي هادو نعطيهم من المرتبه الخامسه في افضل موديلات ديال هذا العام اللي خدمت فيهم واللي خديتهم وعجبوني بزاف. خليكم مع المرتبه الرابعه تشوفوا شكون هي. المرتبه الرابعه فعجبوني بزاف لي سورفيت ديال كاميليا، ولكن هادو بالضبط اللي عجبوني بزاف لانهم كيجيو طوال، فيهم هاد سميتو، وكيجيو طوال كيتحزموا من الوسط. كاينه مع السروال ديالها، كاينه فيها الالوان، كاين البوردو، كاين الكحل. كما قلت لكم هما طوال، ممكن تلبسيها مع السروال ديالها، ممكن تلبسيها مع السروال ديال الجين، ممكن فهمتوني يعني ممكن تقسميها. هادشي باش عجباتني. لي طاي ديالهم جاوني انا اكزاكت. الثمن ديالهم كنظن 410 دراهم ديتاي. فهذا الموديل حتى هو من بين لي سورفيت ديال الكاميليا اللي عجبوني. مازال غنخلي لكم الفوطو ولا الفيديو في الاخر باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسه. هذا في المرتبه الرابعه. خليكم معايا نشوفوا المرتبه الثالثه شكون هو. المرتبه الرابعه غنعطيها لواحد الموديل اللي صراحه لا كيعجبني، واللي صراحه تباع منه بزاف، كان منتشر بزاف، الاغلبيه شراوه. هاد لي غوب فيهم اللوينات، كاين الكرونا، كاين الخزي، كاين الكري غامق. اللي زوين في هذا الموديل انه كيتيرا سخون مريح، ما كتلقايش مع مشكل، يعني قطعه وحده ممكن تلبسي غير مع شال في هذا اللون ولا صبيبيط وهانتي لابسه اللبسه ديالك وخارجه. الحاجه اللي كتعجبني عاوتاني كما قلت لكم انه سخون، ومن هنا ايفازي يعني واسع، ما غاديش يلقاو البنات معاه مشكل. وصا لي طاي ديالو كنظن لي طاي ديالو هما هادوك، بالعكس انهم يقدر تزعمي بطاي ولا تنقصي معاه فيه كيتجبدوا فيه هاد لاستيك، فما كاينش مشكل بزاف ديال لاطاي. العيب الوحيد اللي كان في هذا الموديل انه ما طويلش بزاف، يعني البنات اللي طوالات بزاف من الاحسن انهم يتجنبوه. هذه هي الحاجه اللي نقدر نقول لكم على هذا الموديل. وبالنسبه للمرتبه الثانيه انا غنهز ليه واحد جوج مونطوات. كاين واحد في المرتبه الثانيه، واحد المرتبه الاولى. من بين الموديلات اللي عجبوني بزاف في تركيا واللي خديتهم هذه تقريبا عامين كنظن، عجبوني ومازالين زعما من الحوايج اللي مفضلين عندي. فخليكم معايا باش تشوفوهم. بالنسبه كما قلت لكم المرتبه الثانيه فهو هذا الموديل ديال المونطو، كيجي هكا. بدا شويه نكملش حيت يلا جبدتو. فيه هاد اللعبه من هنايا، فيه من هنا. هذا البنات طويل بحال شي كسوه، ممكن تلبسيه مع لي بوط صافي وكولون وهانتي لابسه لبستك. ممكن يلبسوه حتى البنات غير المحجبات. فهو سمحوا لي على الصداع بنتي سيليا ماينار. كما قلت لكم فهو موديل اللي صراحه الله زوين، ما كايناش الكوبي ديالو، ما تخافيش من الكوبي. المشكل دابا اللي كاين انه ما كاينش في تركيا، ما بقاش في الستوك. هذا المونطو كما قلت لكم صراحه الله غزال. انا مازال نخلي لكم لا فوتو ديالو كيفاش كيجي في اللبسه باش تعرفوا كيفاش كيجي. ايوا دابا غادي ندوزو على المرتبه الاولى وهي هذا المونطو اللي صراحه الله كيعجبني بزاف. طويل بحال هو كيجي حتى هو بحال شي غوب طويل حتى لتحت، سخون، فيه صداف هكا كديروا واحد فوق واحد هكا، فيه الجواب. الثوب ديالو ما كيتحبب ما والو، ما تقدريش تحتاجي كاع تحدديه. سخون، ممكن تلبسيه كما قلت لكم من غير المحجبات والمحجبات.
كيجي زوين البنات في اللبسه. انا كيعجبني صراحه الله، من الموديلات اللي كنخدم فيهم مرتاحه، وللاغلبيه اللي كياخذوه كيشكروهم. اما زعما نخلي لكم لا فوطو كيفاش كيطلع في اللبسه. فيه جميع الالوان تقريبا، ولكن حاليا في تركيا ما بقاش فيه الوان بزاف، باقي كنظن غير الكرونه سميتو الماغون. المهم الوينات اللي قلال اللي باقيين متوفرين في تركيا. الثمن ديالو حتى هو ثمن زوين صراحه الله، مقارنه مع الكاليتي ديالو. الثمن ديالو كنظن شي 580 درهم على ما اظن، ولا 600 درهم. صراحه الله يستاهل الثمن ديالو، خصوصا انه كيجي طويل. يعني يقدر تلبسي غير مع لي با، تلبسيه مع كولون وتلبسي معاه لي بوط، وهانتي لابسه لبسه كامله، ما تحتاجيش تقلبي على سروالي تسوته معاه ولا شي حاجه، لانه كيجي طويل. فهذا مكان نتمنى ان شاء الله يعجبكم، حيت هذا صراحه الله من بين المفضلات عندي. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم هذا النوع ديال الفيديو اللي نهضر لكم على لي زارتيكل ديال تركيا والحوايج اللي كيكونوا زوينين، ولا على العيوب ديالهم، فخليوا لي جيم. وتنتوما شاركوا معايا احسن موديل خديتوه في العالم ديال تركيا. صافي يا بنتي، تنتوما شاركوا معايا احسن موديل خديتوه، وخليوا لي كومونتير. ولا عجبكم كيما قلت لكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم وديروا ابوني. وشكرا بزاف على الدعم. باي باي.